المراح اول مره اسمعها. في مسرح اسمه المسطاح. اول مره اسمعها. دي برضه اول مره تسمعها. المراح والمسطاح اختلافهم من بعض هو اختلاف المكان واختلاف المهنه. المراح بيعملوا الرعاة وبيتعمل في مرعى الغنم. ده مسرح ده مسرح بدائي بقى، ان هم يقعدوا يقلدوا حاجه ولا يعملوا حاجه ويقلدوا حاجه وولد يلعب، وهي مسرحيه واحده بتتعمل كل يوم. ولد يلعب دور الديب، وولد يلعب دور الغنم، والديب يقعد طول الليل يجري ورا الغنم، وهم يقعدوا طول الليل يهشوه ويضربوه. ده المراح. هو مختلف باختلاف المهنه والمكان. راعي الاغنام خلاص، يعني مش بس راعي الاغنام، ممكن مهنه اخرى. لا، هم رعاة الاغنام. هي مسرحيه واحده. ما فيش لا تاليف ولا يعني تأليف. المزارعين ما فيش مزارعين يعملوا حاجه مراح. اللي هو المسطاح بقى. المزارعين هو المسطاح. من التسطيح للنوم يعني ولا ايه؟ لا، المراح من المرح. لا، المراح هو المكان اللي بترعى فيه الغنم. شكر بره ساعة الباشا. ربنا يبارك. ماشي. النبي يا باشا. ربنا يخليك. واحد عارف. ايوه، كل واحد عنابه. واحد حافظ على العنابه. المراح هو المكان اللي بترعى فيه الغنم. ففي مسرح المراح وفي مسرح المسرح. ده بتاع الرعاة، ولازم العده بتاعته غنم. يعني اللي بيلبس فروه خروف، واللي بيمسك شعب الخروف، والتاني بيلبس جلد معزه ويعمل نفسه بعلة او ديب. يعني اكسسواراته وخاماته وديكوره، ويولعوا الزبل بتاع الختان. كل مفرداته، فهو مرتبط ارتباط وثيق بالمكان. خلاص. الشيء هنا حلو قوي على فكره. عجبني. موضوع المسطاح ده بقى حضرتك اللي هو الفلاحين اللي هم بيعملوا فيه الجرن. يعني المكان اللي بيتعمل فيه الجرن اسمه مسطاح. الجرن ده اللي بيخزنوا فيه الحبوب. لا، اللي بيدرس فيه الغل. اللي هو مكان النورك. ده في الفضاء. والتزريه، مكان التزريه ده في الفضاء. مكان هو لازم تدري. وليه علاقه بين الهواء. على فكره الهواء جاي منين وهو هيشتغل فين، عشان ما يجيش على وشه. بيعمل ايه في المسطاح؟ دول بيعملوا الثعلب والغنم في المراح. في المسطاح بيعمل العمده والغفر والفلاح العبيط. الفلاح العبيط ده بيشتغل، واحد يؤدي اداء هزلي. الفلاح العبيط ده بيشتغل ويطلع من الارض خير، يديله العمده والشيخ الغفر ياكلوه ويضربوه على قفاه. فياخدوها تكئه الى انهم يشتموا السلطه كلها. كل اللي فوق. ما هو الفلاح اصلا هو الشخص المنتج الوحيد. الكلام ده موجود عم فتحي ولا موجود؟ ده بحوث حضرتك موجوده. يعني ما انقرضش؟ لا، انت بتتكلم على الانقراض. طبعا تلاشى طبعا. النهارده بتاع الغنم بيروح يتفرج على الدش. ما عادش بيعرف ليلى علوي. فمش هتلبسه الاستاذ حمدي ست وتقول له ما ينفعش. يعني هو عارف الستات خلاص عرف. انتهى. ومع ذلك كان في حد مقدمه كبحث بيقول هل ده بفقره يواكب الدش؟ فاكتشف انه ده لو الدولة اهتمت بيه ووزارة الثقافة ابتدت تعمل عنه ملصقات وابتدت تعمل له مسابقات لإعادة اكتراره، هيجتذب مجموعة من الشباب ما عندهاش فلوس. فانت بتضطر على الابداع. الحيل اللي انت كنت بتقول عليها ما عملش حاجه. انت هنا بقى بتضطر للحيله. يعني انت بتقول له احنا ايه، لان العيل النهارده بيجي عايز يخرج، عايز الترا، عايز فلاشر، ده بدايه شويه انوار مش كده يعني، وعايز بنوك وعايز بارتكاب الحاجات اللي بيسمع عنها عايزها، وعايز دعايه وعايز يحيي في مكانه. الامراض المحترفين كلها بتبدا مع الهواة. فانا رحت مطلع البحوث اللي على المراح والمسطاح دول، وابتديت اقول ان ده مكان عرض ارتبط بالمكان والمهنه، وده عرض ارتبط بالمكان والمهنه. خلاص. وربنا هداني الى فكره اسمها فكره مسرح المطرح، وهي منبثقه من الفكرتين. قلت ايه؟ انا هتخلص من المهنه وهتخلص من المكان كمان، وهبقى محتاج مجرد مطرح فاضي يلتقي فيه المبدع مع جمهوره، ايا بقى المكان ده، حته واسعه، صالون ادبي، مطرح. خلاص. مطرح ما فيهوش اضاءه، ما فيهوش صوت، ما فيهوش وقعدت اقول ما فيهوش لحد ما وصلت لانه ما فيهوش نص، لكن فيه اطروحات. احنا دلوقتي قاعدين، ممكن اقول لكم شوفوا البارجه اللي ضربت، فيبدا الاستاذ ناجح يعلق، حضرتك تعلق. احنا كده عملنا سهره مسرحيه كل واحد اشترك فيها بكلام ما حفظوش، وانت اديت دورك من غير ما حد يدبرك عليه.
مش كده؟ وبمنتهى الحريه. انت عارف ان ده اللي بيعمله سمير عصفوري دلوقتي، واتعملت كيوهات، او اللي عمله سمير اللي عملوا في واتعملت هو ده. كيوهات، وما عندناش مخرج اخرج لنا العرض. ده بس هو ظبط ده. ما هو ده الكلام ده موجود عند خالد جلال. ما انا بقول لحضرتك ورشه عمل الورشه ده برضه موضوع تاني، لانه الورشه مش منفصله عن التقنيه. فانا رحت عامل حاجه اسمها المطرح او مسرح المطرح، ورحت شايل كلمه مسرح او مسرحيه، ورحت حاطط كلمه مسرحيه. قالوا لي ايه النهارده هنعمل مسرحيه بدل المسرح. والمسرحيه هي دلالتها ان هي طرح مجموعه من الافكار المجهزه مسبقا بقى، خلاص، واخد راي الناس عليها مش الممثلين. ويبقى وظيفه الممثل هنا ان هو مثير للطرح. يعني مثلا تخيل الموقف ده، معايا ممثل يطلع يقول لهم السلام عليكم يا اخوانا، احنا كنا المفروض نعمل النهارده بس لا لقينا المخرج ولا لقينا المؤلف، فهنضطر ان نعتمد على نفسنا. احنا النهارده هنتكلم على غزو غزه، حد يقدر يشترك؟ محد. طب ما فيش. طب ننقل من غزو غزه على القاده العرب، ما حدش قادر يشترك. طب نشيل من ده على ده. طب احنا لو مكان امريكا مش نيجي ندغدغ الدنيا بقى؟ ما هو ما حدش بيشترك. ايوه. انما لو حد اشترك هتلاقي المعارض وتلاقي المؤيد، وهتتحول الندوه اللي انتوا بتعملوها الى مسرحيه. وجيت قلت ان المطرح والمسرحيه مش محتاجين اكتر من مسرح، ممكن تتعمل في تحت اضاءه العواميد بتاعه النور بتاعه الشوارع او النور المنبثق من البيوت. خلاص. وقدمت بحث حضرتك تخين كده، ورحت مؤلف شويه اطروحات اسمها مسخوط جنابه. مسخوط جنابه دي بتتكلم عن دوله ديمقراطوريه والشعب فيها بيحتفل بحاجه اسمها عيد الاعتلاء، يعني كل المفردات بقى اللي في المسرحيه. جميل. وبيبداوا يعملوا مسخوط جنابه لحد هنا. ده اذا الجمهور وافق، اذا ما وافقش بنمشي في سكه ثانيه وبنتكلم في حاجات ثانيه، لكن انا هفترض انه واقف في السكه، بيعملوا لحد هنا ويقف.